بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض أكلة بيعشاها كل المصريين. هنعمل فطير مشلتت بطريقة سهلة وبشوية دقيق، وهنملى البيت خير كل شوية. وزي ما حضراتكم شايفين فطير خفيف جدا. عندنا مقاديرنا: عايزين كيلو من الدقيق، وهنضيف عليه رشة من الملح ومعلقتين كبار من السكر. ادي كل المقادير، وهنضيف عليهم المية حسب حاجة الدقيق. يعني ممكن خمس كوبايات من الدقيق يحتاجوا مثلا كوبايتين او كوبايتين ونص. هناخد الدقيق معانا، نلم الدقيق كله وهنخدم العجينة كويس. لازم العجينة تتخدم معانا في العجن مش اقل من 10 15 دقيقة علشان تمط معانا ويكون فيها العرق بتاعها كويس. وهنضيف بعد ما نخلص عجن معلقتين من الزيت نلم بهم العجين. والعجينة زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله فيها مطة جميلة ومخدومة كويس جدا جدا. خلاص كده خلصنا عجن. طريقة سهلة وبسيطة جدا جدا في العجن بتاع الفطير. هناخد الفطير عندنا او العجينة بتاعتنا وناخدها ونقسمها اجزاء متساوية. طبعا الصينية اللي هننزل فيها الاجزاء بتاعة الفطير دي لازم تكون مدهونة بمسحة زيت. وهناخد العجين ده ونسيبه يرتاح مش اقل من نص ساعة. وبعد نص ساعة هيكون شكلها كده. هناخدها نفردها معانا بسهولة جدا. طبعا هنفرد الفطير عندنا بالمادة الدهنية بتاعتنا. هتكون اول حاجة هناخد زيت نفرده على الطاولة بتاعتنا او على الترابيزة اللي هنفرد عليها عشان يسهل علينا الفرد. وهنفرد بسهولة، وعايزين نفرد على قد ما نقدر في العجينة بتاعتنا. عايزينها تبقى رهيفة جدا او خفيفة جدا زي ما حضراتكم شايفين. هيبقى الفرد معانا سهل وما نخافش، هنفرد بالراحة هيتفرد معانا بكل سهولة. عندنا المادة الدهنية هنفرد بسمنة بلدي وعليها معلقتين من القشطة. وبعد كده هنطبق اول واحدة معانا، وبعد كده هنطبقها واحنا بنطبق نجرشين ده المادة الدهنية بتاعتنا برضه. وبعد كده هنركنها اول واحدة نركنها على جنب، وناخد جزء تاني ونفردها بنفس الطريقة. وهتلاقي الموضوع سهل معانا مش هناخد وقت، وما شاء الله بتفرد بكل سهولة. مادام العجينة ارتاحت معانا هتكون سهلة جدا في الفرد. وما شاء الله مش مكلف، شوية الدقيق وشوية السمن. وهناخد الفطيرة الأولانية أو الجزء العجين الأولاني اللي احنا فردناه هنضيفه في قلب الفطيرة بتاعتنا أو الجزء التاني، وندخلها جواها ونفردها بيه ونتنيها، نطبقها عليها ونركنها برضو على جنب. هنفرد كمان واحدة. يبقى احنا كده عندنا دي الجزء التالت من الفطيرة. يبقى احنا عندنا الفطيرة بتاعتنا 3 وحدات من العجين. ممكن تزودي وممكن تخليها واحدة بس، وممكن تزودي كمان عن ال3 حسب راحتك، عايزاها خفيفة او تكون طبقاتها اكتر. دي اخر واحدة، دي تالت واحدة واخر واحدة. هنطبقها ونمسحها بمسحة من السمنة، وبعد كده هنطبقها معانا وبعد كده ننزل بيها على صينية الفرن وهنركنها تستريح معانا 10 دقايق. هناخد بقى فطيرة تانية هنفردها بنفس الطريقة. طبعا ما ننساش صلاة على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ونبقى احنا كده عملنا الفطير بطريقة سهلة واقتصادية، ما كلفناش نفسنا حاجة، وبدل ما نروح نشتريه من بره ما شاء الله بأرقام خيالية هنعمله في البيت بشوية دقيق ومعلقتين سمنة والموضوع خلص. وريحته ما شاء الله هتجيب اخر الشارع عشان حاجتك من بيتك نظيفة ومستعملين حاجات بسيطة، والنتيجة هتعجبك ان شاء الله. خلصنا كده فرد. دي تاني واحدة. هناخد كمان اخر واحدة ندخلها مع بعض ونطبق الفطير ورش رشة بسيطة من السمنة ونطبق
ديت اخر واحده. بعد كده هناخد صينيه الفرن، هننزل بالفطيره في صينيه الفرن، وبعد كده هنسيبهم يرتاحوا 10 دقايق عشان تتفرد معانا بكل سهوله. بعد ما ارتاحت 10 دقايق ده شكلها، هنفرد معانا الفطيره زي ما حضراتكم شايفين. اما بترتاح تتفرد بسهوله، وبعد كده ندخلها في فرن درجه حراره، اعلى درجه حراره عندك في الفرن، وعندك النار بتبقى من فوق ومن تحت. وده شكلهم بعد مش هياخد معانا في التسويه اكتر من 10 دقايق. النار من فوق ومن تحت على اعلى درجه، وزي ما حضراتكم شايفين شكلها ممتازه، قبه وخفيفه، وزي ما انتم شايفينها هشه وجميله. وكده فطير الوجبه بتاعتنا خلصت، وعملنا فطير مشلتت في البيت بطريقه سهله ونظيفه وجميله ومكونات بسيطه، وزي ما حضراتكم شايفين النتيجه ممتازه ما شاء الله. طبعا لو وصلتوا معانا لاخر الفيديو متنسوناش بقى باللايك والشير، وتخشوا القناه عندنا وشوفوا الفيديوهات اللي فيها، وان شاء الله تعجبكم، وتشتركوا معانا وتشرفونا باشتراككم، وشوفوا الفيديوهات اللي فيها تعجبكم باذن الله. وكل لحظه وحضراتكم طيبين. وزي ما انتم شايفين الفطير ما شاء الله مع شويه طحينه على العسل الاسمر، وبالهنا والشفا.